السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. ومع مسابقات بطولة جولدن نايت للشطرنج السريع المرة دي. البطولة اللي فاتت كانت للشطرنج الكلاسيك. الشطرنج السريع رابد 10 وخمس ثواني، مع كل نقلة بتزيد 5 ثواني. المسابقة دي بتتعمل عندنا في نادي الدقي، نظرا انها بتكون قريبة مني، فبنروحوا كده تقريبا في اي وقت. بتتعمل في كل جمعة، طول جولدن نايت بتتعمل كل جمعة للشطرنج السريع. والمرة دي رحنا انا وزميلي الاستاذ محمد الغول، حصلنا على نتائج جيدة جدا انا وهو. كل واحد فينا لعب 9 مباريات. مش عاوز اقول لكم قد ايه البطولات دي صعبة جدا، فيها ضغط نفسي وعصبي، حاجة صعبة جدا. أول جيم ليا مع الكابتن محمد ترك. كابتن محمد ترك تقييمه 1913. يعني الراجل ده أصلا مدرب شطرنجي، له باع في المهنة دي، واسمع منه شخصيا ان هو درب الكابتن احمد عدلي بطل الجمهورية وبطل العالم الشباب. فراجل يعني لا يستهان به، وكان كاسر ليفل 2000 بوينت في النقطة، الريت بتاعه 2000. فانا قررت العبه كوينز برضه، افتتاحي المفضل. بدأت D4 D5 C4 C6. بيقول لي انا هلعب معاك الدفاع السلافي، The Slav Defense. سيف D5. بحب العب تفريع التكسير، سيف D5. نايت S3، انتشر بالحصان بتاعي. نايت F6، بيشوب F4، نايت C6، E3، E6. بيمنع أي قفزات هنا للفيل أو الحصان، نقلة وقائية جيدة. نايت F3. دلوقتي هو لاحظ إن أنا مطلعتش هنا، مسكت المربع ده والوتر الأبيض، فهو خد الوتر. بيشوب F5، بيشوب D3. قلت له لا، الوتر ده مقفول. بيشوب G4، ربط الحصان، وبيلعبني بطريقة عاوز يبين فيها فرق خبرته، إن هو ما يكسرش قطع والوضع يوصل للتعادل. فربط الحصان، بصيت أنا على الرابطة فقلت عادي، المفروض كنت بست موف H3 أخد التيمبو عليه، وإذا أكل الحصان أبقى أخدت منه امتياز الفيلين، هو لسه ما بيتش. لعبت النقلة دي E3، والمفروض أنا ملعبش في الافتتاح بتاعي ال E3 دي إلا لما يكون ال E6 دي مفتوحة. هو فتح E6 وعاوز ينتشر بالفيل فبلعبها، إنما هي ما تلعبتش، فنقلة مش كويسة. E6 H3. دلوقتي لخبطة في ترتيب النقلات عندي من الأخطاء في الافتتاح. بيشوب H5. يقول لي أنا مصر على الرابطة، عاوز تزق عليا الجي ونخشوا مواقف صعبة، تعالى. قلت له لا، أنا هبعيد يا أستاذ محمد. بيشوب E7، بيشوب E2. بفك الرابطة على الحصان، المفروض الكمبيوتر بيقول لي كنت تعالى هنا
وهنا، وهات البيدق ده والرخ واطلع بالوزير هنا، والرخاخ تلعب هنا وهنا. فكرة الافتتاح بتاعنا كوينز ان انت بتلعب على جناح الوزير وبتعمل ضغط عالي، لان الوسط بيبقى مقفول نوعا ما. تبييت روك C1 H6 نايت E5 نايت في E5. ومن هنا انا المفروض كنت اكل بالبيدق، لاني الحصان بتاعه في المواقف المغلقة دي بيبقى قطعة قوية جدا. فأنا طمعت وقلت أنا هاكل الفيل ده واحرمه من امتياز الفيلين، والفيل بتاعه نشيط وتعبني من أول الافتتاح. كلت وبست موف من الأستاذ محمد نايت C4. وعاوز أقول لكم معلومة جميلة يا جماعة، معلومة استراتيجية، إن القطع مش بقيمتها المادية، قيمتها الموقفية. يعني الحصان ده أو الحصان عامة لما بيبقى في الصف السادس أو السابع أو الثامن بيبقى قطعة دفاعية. لما بيجي هنا في المربع بتاعه أو على الصف السادس ده بيبقى قطعة مفيدة، يعني يقدر يدافع ويقدر يهاجم، قطعة جيدة. لما بيجي بقى في الصف الرابع والخامس والثالث عند الخصم بيبقى حاجة فظيعة جدا، قطعة نشيطة very active. يعني بيسموا الحصان في الصف الرابع والثالث عند الخصم أو في الخامس والسادس بالنسبة لي عند الخصم بتاعي ذا اوكتابوس بيس، يعني القطعة الأخطبوط. ده ما بقاش حصان، بقى أخطبوط، سيطر على جميع الخانات الهجومية والدفاعية. يعني بص كده على الحصان ده ضارب الخانات السوداء كلها، هنا وهنا هنا وهنا. شوفوا يا جماعة، مسيطر على الرقعة بالكامل، فعلا اخطبوط. ما خدتش بالي انا من الكلام ده، ولاني بقرا في كتاب استراتيجي جيد ما كنتش وصلت لقيم القطع فعلية على الرقعة. بس الحمد لله رجعت تاني الفيل بتاعي بيشوب E2 وقلت له لو اكلت هنا انا هجيلك هنا، هات حصانك، هترجع بيه هاكله واكل ويبقى موقفي جيد جدا. بس الفكرة دي ما عدتش عليه وما اكلش. لعب نقلة جيدة جدا E5، وبيقول لي الحصان ده مش هيتحرك من هنا، وريني هتمشيه ازاي. لو زقيت عليه هياكل بيدق على الE3. ولو جيت هنا عنده نطاط على D2، هات وهات وزير. ولو لعبت الB4 ما اقدرش العب الB4 لان البيدق هيقع. الانجن بيقول لي بيست موف روك C2، تعالى هنا وامورك في السليم واصبر بقى. بس انا لعبت نقلة دي نقلة مش فعالة ومش اكتف. لو تلاحظوا بصوا المساحة اللي عند الكابتن محمد، وبصوا الحصان ده الاخطبوط بتاعه، والفيل اللي ماسك المربعات السوداء، والحصان اللي مسيطر على المربعات البيضاء هنا.
وانا قطعي لسه مش واخدة الانيشيتيف بتاعتها او الفاعلية النشاط. جبت الفيل بتاعي وقلت بص هنا. قال لي يا ابني انت مش واخد بالك ان القطع الان اوفرلودد بيبقى عليها ضغط. انا جبت الرخ هنا، مش تسأل نفسك انا جبت الرخ هنا ليه؟ ليه يا كابتن محمد؟ عشان اكل هنا بقول لك هات الرخ بتاعتك بايدك. الكمبيوتر بيقول لي بيست موف روك A1 هيزق عليا يزق عليا يهدد بحيث يلخبط لي الجناح ده وياكل هنا ويعمل بيدق سالك. فكرت في الفكرة بس استبعدتها، قلت لا انا هاكل واخلص من الحصان ده. قال لي بس انت هتاكل، انا كمان هاكل هنا. زقيت قال لي ما تقدرش تاكل البيدق ده، انت مش واخد بالك القطعة بتاعتك. الانجن بيقول لي اطلع هددها واخلص من الموقف ده. اكلت. الكمبيوتر بيقول كابتن محمد مع تفوق يصل الى 2.5 3. كوين A5 هتفيلك. رجعت بيه تاني وما اتعلمتش الدرس برضه. قطعة المفروض ما سيبهاش لاني عاوز احافظ على حرية وزيري. الوزير دلوقتي مربوط على الفيل. زق عاوز يجيب وزير S3. رد B7 هتفيلك حمد. جيب الفيل. انا عاوز العب لعب فعال مش لعب دفاعي، بس الموقف عاوز نقلات دفاعية. انا عمال العب نقلات مش في محلها. كوين F3. انا خلاص يئست من اللعب على الجناح ده، فقلت اروح اناوش على جناح الملك. ساب لي الفيل، زق البيدق، بحسبه هينزل بالرخ. اكل الفيل. وبصوا انا رحت لاعب النقلة دي ما عنديش حاجة ابكي عليها، وامن او الملك بتاعي امن. هتاكل هنا هاكل هنا. المشكلة اللعب كويس بس انا بدل ما احسب لنفسي بس المفروض كنت احسب للخصم نقلاته. بص النقلة دي مش هتعمل ايه؟ هتيجي هنا خسرت وهيجيب وزير برضه. فانا عرفت ان انا خسرت الجيم في الشكل ده، فاكلت. جاب وزير، طلعت ايش، طلعت تاني تشيك مان. الدروس المستفادة في الجيم ده ان انا مديش فاعلية ونشاط لقطع الخصم. اتأنى قبل نقلة، احسب للخصم بتاعي قبل ما احسب لنفسي كمان، واشوفه هو نقل النقلة دي. دي حاجات بديهية جدا، بس التسرع والحماس عليهم عامل برضه. دي للمباراة عندي عدد النقلات الغير دقيقة أو الغامضة 6 نقلات. عدد الأخطاء خطأين. وأخطاء الإنجن دي يعني ممكن يكون هو عنده لعبة جيدة جدا بس أنت لعبت نقلة كويسة بس هو شايفها إن النقلة دي خطأ. معدل الدقة عندي 84%. النقلات الغير دقيقة عند الأستاذ محمد ترك نقلة واحدة. الأخطاء خطأ واحد. عدد الغلطات أو البلندرات 0 عنده و0 عندي. معدل الدقة عند الأستاذ محمد ترك 93%. الحمد لله محدش بيتعلم ببلاش. متشكر جدا على المشاهدة الطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله.